جميل جدا مهندس زياد. خلينا ندخل في الموضوع جد على طول. طيب، هو من العنوان هندسه العلاقات قبل هندسه المشروعات. اكبر تحدي اللي انا شفته، يعني وجهة نظري، طبعا احنا شفنا تحديات فنيه وتحديات ماليه في المشاريع، كلنا عارفين وكلنا الكاش فلو عندنا مشكله، والتدفق النقدي فيه عندنا مشكله، الرسومات الهندسيه فيها مشكله، الاستشاري مش عارف طالب ايه، كل الكلام ده جميل قوي. بس اكبر تحدي ان احنا بشر. ده اكبر تحدي، ان احنا بني ادمين. تمام. يعني ايه اكبر تحدي؟ ان احنا بشر بني ادمين. يعني انا خلفيتي وثقافتي ودراستي وخبراتي مختلفة عن حضرتك، مختلفة عن الاستشاري، مختلفة عن المالك، مختلفة عن المقاول الباطن. تمام. تفسيراتنا للمواضيع مختلفة يا جماعة. الموضوع مش واحد زائد واحد زائد اتنين، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. تمام. فهي دي مشكلة المهندسين. خلينا اقول ايه التكمله اللي انا قلته. تمام. مم. احنا اتعودنا كل دراستنا ابيض واسود. تمام. معادلات، شيتات، رسومات. تمام. حاجات منطقيه جدا. تمام. حاجات تقدر تلمسها بايدك. تمام. فده اكبر تحدي، ان احنا ما بنيجي ننفذ بقى المشاريع دي على ارض الواقع. تمام. بنصطدم بموضوع بقى الكوميونيكيشن، وموضوع التواصل، وموضوع ان في خلفيات مختلفه وفي ثقافات مختلفه. وانا ممكن اقول لحضرتك كلمه تعتبرها انت كلمه عاديه، انا بالنسبه لي كلمة عادية، انت حضرتك ممكن تعتبرها اهانة، شخص تاني ممكن يعتبرها حاجة عادية. ممكن ال الاوامر اللي انا بديها او التعليمات اللي انا بديها ممكن تتفسر بكذا طريقة، عشان احنا يا جماعة بشر، احنا بني ادمين. الموضوع مش ابيض واسود. تمام. الموضوع مم. فيه المساحة الرمادية واسعة قوي، كبيرة قوي. تمام. المساحة الرمادية دي يا مهندس زياد، احنا في الجامعه وفي دراستنا، تمام، ما حدش قال لنا عليها. احنا شفناها، اصطدمنا بيها. تمام. مم. عشان كده بقول لحضرتك ايه، انا الموضوع جه معايا بالايه، بالتجربه، بالخطأ. تمام. ان انا جربت، قلت، الراجل زعل، الراجل ما استجابش. تمام. مش معادلات. تمام. مم. ما حدش قال لنا نتعامل ازاي. تمام. مع الاستشاري اللي هو المتعنت. محدش قال لنا نتعامل ازاي مع المقاول الباطن اللي عنده اجنده مختلفه عن الاجنده اللي عندي. محدش قال ايه. لي هتتعامل ازاي مع الفريق اللي هو الفرد من التيم بتاعك. تمام. له توجهات غير توجهات مدير المشروع، او غير توجهات الاداره. تمام. محدش قال لنا القصه دي. كل دي مم. يا مهندس زياد هي المساحه الرماديه. تمام. اللي هي بتدير المشروع. عشان كده انا بقول ايه، هندسه العلاقات قبل هندسه المشروعات. لو حضرتك فهمت الزتونه دي، وعرفت ان انت تتعامل مع البشر بطريقه كويسه، لا انا اقول لحضرتك، لا هتبقى مدير مشروع كويس قوي. لا، ومش كمان مدير مشروع بس، لا ده انت هتوصل لمرحله في المانجيريال ليفل، في المستوى الاداري في الشركه عند حضرتك او في اي مكان. لا، هتبقى افضل بكتير قوي من الشخص اللي هو دايما طول النهار عمال بيرسم رسمه وبيحسب حسابات وبيعمل بروسيس وقاعد قصاد اللابتوب وبيطلع طبعا عشان بس الكلام ما يتفهمش غلط، الكلام ده مهم. اه ده طبعا. الهندسه. بص، ده الهندسه. دي مم. الهندسه. تمام. بس اللي بيكمل بقى الجزء الهندسه دوت، الشغل الجميل اللي احنا بنعمله دوت، والرسومات والمخططات ده. تمام. دي عايزه واحد ادرجي، واحد بيفهم يتعامل مع الناس. بس هي دي التحدي. اكبر تحدي ان احنا بشر.